السلام عليكم. صراحة هو واحد الموضوع تافه، وأنا ترددت مرارا وتكرارا باش نهضر عليه، حيت كنشوف بأن هذا الموضوع هذا ما كيستحقش أنك دير عليه فيديو. هو ذلك التقرير السنوي اللي دارته هيومان رايتس ووتش على المغرب لسنة 2023. وكما العادة تهمت المغرب بانتهاك حرية التعبير وحقوق الإنسان دون أي دليل. وهما اصلا عندهم دابا 20 عام، هما كيديروا كابي بيست، يعني يقومون بنشر نفس التقرير كل سنه على المغرب ينتهك حقوق الانسان، المغرب عنده انتهاكات في الصحراء المغربيه. وانا ما نطولش بزاف، انا نطرح غير واحد السؤال. دابا هاد المنظمه ديال هيومان رايتس ووتش اللي هي منظمه غير حكوميه، شكون اللي كيمولها؟ يعني حتى شي واحد ما كيعرف التمويل ديالها. وهناك اشارات عديده انها منظمه مرتزقه، يعني اي واحد يقدر يمولها او يدفع لها الفلوس لخدمه الاجنده ديالو. وبخصوص المغرب حنا عارفين شكون اللي كيدفع ليها، خصوصا انها كتركز على انتهاكات وهميه كيديرها المغرب في الاقاليم ديالنا الجنوبيه. يعني حتى انا اللي عندي الفلوس من غدا نقدر نخلص هاد هيومان رايتس ووتش ونخليها تقول بان تبونياهو اللي هو كبير الكهنه في دوله الجزائر صبأ، يعني ما بقاش كيعبد الاله الهواري بومديون واتبع دينا جديد. يعني اي واحد يقدر يخلصهم باش يقولوا اي حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لهذا هيومان رايتس ووتش، مادام هي كتدافع على حقوق الانسان وحريه التعبير، علاش ما كتهضرش على داكشي اللي كيديروا الكيان المحتل في الاراضي الفلسطينيه؟ ما تقدرش، حيت ثاني يوم امريكا غتمسحها من الوجود. غتلقى السي اي اي، وكاله الاستخبارات الامريكيه، مطلع عليهم هذيك القذاره ديالهم، ومطلع عليهم الاسرار ديالهم، وشكون اللي كيخلصهم باش يخدموا الاجنده ديالو. فاكيد هما ما غيقربوش لهذاك المجال، ويبقاو يهضروا غير على بعض الدول اللي عندهم مثلا مشاكل مع دول اخرى، هاد الدوله تخلصها باش هي تهضر على الدوله الاخرى، وعاوتاني الدوله الاخرى ممكن كيتسناو المغرب حتى هو يخلصهم باش انهم يهضروا على انتهاكات حقوق الانسان اللي كتوقع في الجزائر، اعتقال الاحرار في الجزائر، معتقلي الراي، المناضلين ديال الحراك، الصحفي مثلا احسان الراضي اللي باقي حتى لدابا في المعتقل. ما كهضروش على هذا الشيء. حتى البرلمان الاوروبي غير مؤخرا هذه شي شهر حتى هو طلع واحد التقرير واتهم نظام الكبرانات بقمع حريه التعبير في الجزائر. ولكن هيومان رايتس ووتش هي ما كتشوفش هادشي، هي كتشوف غير المغرب. علاش؟ حيت كاين واحد الكابران كيخلصها من اموال الشعب الجزائري، كما كيخلص بالبطوش الانفصالي الارهابي، باش دير واحد الحملات عدائيه على المغرب وتتهم المغرب دون اي دليل. وهذا هو المهم. والسلام عليكم.